بصي كده معايا. بصي، لا كده لا بلاش، هو ده مشروب التدفئة. لا تعمليه لا بلاش بقى، ما تلوميش غير نفسك. تعالوا مع بعض النهاردة نعمل احلى مشروب مصري للتدفئة، مشروب القمح بالحليب او البليلة المصرية بطريقة حلوة جدا. وكمان هنحط تريكات خاصة بينا واقولك ازاي ما تشربش معاكي الحليب وازاي تخزنيها وكل حاجة في قلب الفيديو ده. طبعا ما تنسناش في اللايك والشير والمتابعة كمان. يلا سموا الله وصلوا على الرسول، يلا نشوف عملناها ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى، انا عندي هنا القمح بتاعي اللي هبتدي اعمل بيه البليله. طبعا البليله من الحاجات الشتويه او المشروبات الشتويه، وينفع تعمليها كوجبه فطار، فطار عشاء، طول النهار كده تاخديها حاجة كده، مشروب يدفي ومغذي جدا. طبعا البليلة هي القمح او الغلة. خلاص انا بس ايه، نقيتها وغسلتها اكتر من مرة بالشكل ده، ومنقوعة بقالها بتاع 10 دقايق مش اكتر. انا عايزة اعملها على الفطار فما عنديش وقت كفاية ان انا انقعها. طبعا لو انت ناوية من بالليل تعمليها او حاجة، يبقى ساعة صلاة الفجر كده تنقعيها 3 4 ساعات هيبقوا كفاية قوي قوي ليها. لكن هقولك على تركية حلوة مش هتحتاج نقع ولا اي حاجة. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه، بس لايك وشير من فضلك. رفعت الحلة على النار زي ما انت شايفة، فضيت المية اللي كانت منقوعة فيها لمدة 10 دقايق، وحطيت مية تانية. هسيبها بس تغلي بالمية، تغلي كده وتقوم وتغلي معاها. واقولك بقى ايه هي التركية اللي هتخلي البليلة تستوي معاكي على طول، او القمح بتاعك يستوي على طول ما ياخدش وقت. طبعا ابتدت البليلة هنا اهي تغلي معايا، فهبتدي كده انا بلم الريم اللي بيطلع على السطح كده بالشكل ده. ومجرد ما هلمه هطفي النار واغطي الحله عليها. طيب ليه هطفي النار واغطي الحله؟ عشان تكمل تسويتها في الميه اللي غلي بيها بالشكل ده. دي بسيبها تغلي بس دقيقتين واطفي النار واغطي الحله. ده في الحاله دي لو ايه، البليله بتاعتنا احنا ما نقعناهاش فما خدتش تسويه النقع بتاعتها. فعشان ما اطولش بقى على البوتاجاز والغاز واللي انتوا فاهمين ده كله، فبروح عامله كده، بروح طافيه النار واغطي عليها واسيبها بقى بتروح هي مستويه في الميه السخنه دي ومفتحه. يعني بتاخدش وقت ابدا، مجرد ما بتشرب ميتها تماما بتروح مستويه. هقولك ازاي تقدري تعنيها وتخزنيها من غير ما تبوش منك وقشرتها تفصل كده. هقولك على، بصي بقى، قبل ما تبرد لسه الدخان خارج منها اهو، كانت استوت. شايفه؟ استوت خالص، فيها لسه شويه ميه تحت اهو. هي شربت كتير واستوت معايا بالشكل ده. طبعا لو انت عايزاها مهريه عن كده، انا بالنسبه لي كده زي الفل. عشان لو هخزن وهقولك ازاي هخزنها ليه، انا هفهمك كل حاجه دلوقتي. بصي بقى، لو عايزاها مهريه عن كده، افتحي عليها النار مره كمان واطفي وسيبيها تاني تستوي في ميتها السخنه. خلاص. طيب انا ليه بقى بشيل منها؟ هشيل دلوقتي واقولك هتشيليها ازاي. بشيلها كده من الميه كويس واحطها في علبه او في كيس، وهوريكي ده كله دلوقتي. يعني بشيلها كده باي حاجه مخرمه زي دي كده، بتصفيها من الميه اللي فيها دي، واحطها في علبه او في كيس واسيبها في التلاجة. بس علبه افضل طبعا عشان تقدري تاخدي اللي انت عايزاه بالمعلقه. واسيبها في التلاجة تقعد كتير كتير كتير، اخد منها على الحليب. ليه بعمل كده؟ لان كل يوم الصبح كنت اصحى الاقيها شربت الحليب. يعني ما بعمل الكميه دي كلها، حتى لو اديتها 2 3 كيلو لبن بتشربهم. طب انا بالليل تشرب الحليب وانا ما اشربش حليب؟ فانا مش كل يوم تشربي الحليب واجي الاقيكي شارباه كله كله وبوشتي ومفيش حليب على سطح الحله. فبعمل ايه؟ باخد على قد ما انا هشرب واغليه غلوتين كده بالحليب، واللي حابب اضيف له سكر بضيف له. تمام. فانا دلوقتي هجيب الحليب بتاعنا اللي انا هعمل فيه البليله، والباقي بصفيه واحطه في علبه واحطه في التلاجة. عايز تانيه في الفريزر بتانيه طبعا، بس هي مش محتاجه تتخزن في الفريزر، ده بكليات موجوده على العطار طول السنه. بس انا عشان طول الشتاء لو حبيت اعمل كوبايه بليله الصبح، يبقى عندي البليله او القمح مستوي، يا دوب احطه على الحليب، واللي حابب سكر احط له حسب الرغبه. وبس كده. وجربي الفكره بتاعتي بجد هتدعي لي. هتشربي كميه حليب ممتازه والبليله هتكون جاهزه معاكي سريعه سريعه كده. حاجتنا جاهزه. يلا بقى على طول عشان ما رغيش معاكم اوريكم هعملها ازاي. ادي الحليب بتاعنا عندي هنا في اللبانه كوبايتين حليب. خلاص. هبتدي اضيف عليها كميه القمح اللي انا عايزاها، هي جاهزه ومستويه. طيب السكر حسب الرغبه، يعني اللي حابب يضيف سكر بيضيف حسب ما هو محتاج. خلاص. هي البليله كده زي ما اتفقنا مستويه وكل حاجه، انا بضيف بس على قد ما انا ايه عايزه، على قد الكميه اللي انا محتاجاها. اشوف كده الكميه مناسبه ولا لا. لا لسه عايزين بليله تاني، بنحط تاني. وكده دي اسلم طريقه علشان تلاقي البليله بتاعتك مظبوطه.
خلاص. طيب عايزه اقول لكم كمان بضيف قشطه، بجيب قشطه كده وهضيفها معاها، واللي حابب بقى يضيف السكر يغلي معاها هيضيفها، مش حابب خلاص. هبتدي اضيف بقى معلقه قشطه او كريمه لباني، ايه اللي تحبيه، ايه المتوفر عندك. بتديها طعم وبتديها كده يعني عارفين قيمه غذائيه، وبتوديها في حته تانية خالص. كريمه او قشطه المتوفر عندك. خلاص هسيبها بقى على النار كده تغلي مع القمح عشان برضو يخش الطعم في قلبيه. طبعا دي قشطه برضو بتاعت الحليب. طبعا البليله ابتدت تغلي هنا اهو مع الحليب، هديت النار عليها خالص علشان برضو انا عايزه القمح ايه يشرب من طعم الحليب اهو بالشكل ده. وكمان القشطه او الكريمه دابت معايا. اخر حاجه هضيفها هي الفانيليا. طبعا مش محتاجه اقول لك، حابه تضيفي بقى مكسرات، حابه تضيفي جوز هند، اي حاجه حابه تضيفيها بتبتدي تنزليها او تحطيها على حسب الرغبه على وش كل كوبايه. يعني في ناس تحب تحمر شويه كنافه كده، الصراحه بتبقى بالكنافه روعه، بس برضو الكنافه من الحاجات اللي عايزه تتحط ساعه الاكل، يعني تتحمر كده وتتجهز وتروح محطوطه معلقه على وش الاكل، بتبقى تحفه كده. خلاص خلصت معايا، يلا بينا نغرفها. بصوا ما شاء الله كده معايا الدنيا زي الفل. ممكن اضيف بس حته كريمه او حته قشطه المتوفر على وشها. حابه بقى تضيفي مكسرات اي حاجه، انا معايا كده زي الفل، مش محتاجه اكتر من كده. بصوا بقى تحفه. لو كان في كنافه كنت حمرت كمان على وشها شويه، بتبقى خطيره، بحبها جدا جدا. بالكنافه يا دوب بحط معلقه معلقتين على السطح وخلاص، بس كده تحفه. جربوها بطريقتي، تدفئه ما بعدها تدفئه. انا كده حلوه عليا قوي، احلى فطار احلى فطار بجد. جربوا بقى البليله طول النهار فطار، اللي يعجبك خطير. جربوها تعجبكم جدا. اشوفكم على خير فيديو جديد، سلام.